ماذا تقولون في من يقول إن الحزب الجديد لم يخالف في أصل من أصول أهل السنة؟ هذا من الكذب والتلبيس الفظيع. فالذي يسمع مثل هذا الكلام، يسمع الواحد منهم يقول هات واحدة خالفنا فيها، يقول يمكن إن تجاوز قال 2 و3، بل ستعود إلى أن تتعب. الإبانة خالف أصول أهل السنة أم لا؟ كم في كتاب الإبانة من الأصول المخالفة؟ هذا مخالف لأصول أهل السنة أم موافق؟ هل هذا كان من قبل؟ وهذا القائل نفسه هو الذي أشار بنقد الإبانة نفسه ويسيرون عليه. وهكذا مدوا أيديهم إلى الروافض، وهم كانوا يكتبون رافضة اليمن على مر الزمن، وطعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن وما أشبه ذلك. تغييرهم لهذه الكتب وسحبها والتراجع عنها والثناء على الروافض، هذا تغير أم ما هو تغير؟ خروجهم مع الروافض دعوة وثناؤهم عليهم تغير أم ما هو تغير؟ طعنهم في ماذا؟ في دار العلم والسنة، دار الحديث بدماج التي كانوا يقولون معقل الإسلام. طعنهم في الشيخ يحيى الذي كانوا يقولون شامة في رؤوس أهل السنة، وطعنهم في الدار، نعم، وكانوا يقولون لو لم يوصي الشيخ مقبل للشيخ يحيى ما اختار أهل السنة إلا الشيخ يحيى. وصاروا يطعنون فيه ويطعنون في طلاب العلم، وغيروا الطريق، وماذا اختطافهم وحرفهم لكثير من الطلاب عن الخير. وهذا الحزب الذي كونوه وناووا به الخير وثاروا، كم انقسموا قسم، كم تقسموا إلى كم فرق، تقسموا تمزقوا، ما اختلفوا. هذا ما هو مخالفة؟ كم من المخالفات التي لا يحصيها مثل هذا المقام. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.